السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة الشيف خالد. النهاردة جايبين طبق جديد، جايبين الروزوتو. بس هو مش الروزوتو بقى، طريقة قريبة من الروزوتو، عاملينه باختراع. تمام. طريقة الروزوتو بأسهل طريقة. الوصفة كلها هنبدأ فيها دلوقتي، معمولة بسر. بعملها من لسان العصفور بالجبنة البيضة. طبعا طبق روزوتو يساوي الشيء الفلاني دلوقتي. هتعمليه في البيت لولادك بطريقة سهلة وسريعة. تمام. التست بتاعه روعة. يلا ما تنسوش الاشتراك في قناة الشيف خالد صانع بيتزا النجوم، ونبدأ مع بعض. كده معانا هنا حلة ومعلقة سمنة. تمام. عندي بصلة وجزراية انزل بيهم على السمنة، شوحهم. كده بس دبلت. تمام. هنزل عليها لسان العصفور، دول 300 جرام. نقلبهم كويس. كده نحط التوابل بتاعتنا: فلفل، كزبرة، وعندي بابريكا. تمام. عندي مكعبين مرقة، نقلبهم. عندي فلفلاية حامية مع فلفلاية بارد أخضر رومي. تقلبهم. ننزل معانا كوباية شوربة أو كوباية مية المتاح، نقلبها. تمام. نيجي بقى المكون السري بتاعنا، هنحط معلقتين جبنة بيضة. أي جبنة بيضة عندك هتدي طعم وهتدي قوام. حاجة من الآخر يعني. نقلبها. أنا زودت كوباية مية تاني أو كوباية شوربة. تمام. هنسيبها بقى دلوقتي على نار خفيفة شوية. هنزل بالطماطم، ده حبتين طماطم. كده هنغطيها ونهدي عليها النار شوية زي ما احنا شايفين. كده بعد ما استوت هنجيب شوية جبنة، أي نوع جبنة عندنا متوفر. جبنة رومي ماشي، شيدر ماشي. نقلب فيها. كده عملنا روزوتو بلسان العصفور. طبعا كيلو رز الروزوتو دلوقتي عامل حوالي 200 جنيه. اجي عملت روزوتو بكيس مكرونة ب15 جنيه. كده الروزوتو بتاعنا جاهز. هنيجي للتقديم بتاعه. التقديم طبعا فيه كذا طريقة. ممكن انا اجيب فورمة زي دي مثلا احط فيها، بعد كده احطه في الطبق. زي ما احنا شايفين الطريقة دي. تمام. ممكن اعمل حاجة تاني تغيير، مثلا هعبي المعلقة كده واخدها بالمعلقة دي كده. هاخد المعلقة تاني تاني تاني
كده تنزل كده. واحدة تاني. احنا مش بنصعبها عليكم، بس اللي عايز يعمل ممكن يعمل. ده بالشكل ده. وكده لك حرية الاختيار ده او ده.